حتى انا ايه يعني، هي موضوع قرعه كابتن اسلام كنت اتمنى مثلا ان اولا احنا بس ايه يعني نقول يا رب ان شاء الله الدوري يبدا على خير، وسواء مجموعه كذا مجموعه مش هتفرق معانا، احنا بنقول الرياضه ترجع والدوري المصري يرجع بالظبط كده. لكن انا مثلا كنت عايز ايه مثلا يعني الحدود في مجموعه، والجيش في مجموعه، الشرطه في مجموعه زي ما حصل، الداخليه في مجموعه، انبي في مجموعه، بتروجيت في مجموعه، ده ما حصل كده. نعم. يعني لكن برضه يا كابتن اسلام الفرق كلها زي بعض، يعني ايه بعيد عن النادي الاهلي ونادي الزمالك. نعم. الفرق كلها شكل بعض، والفرق كلها زي بعض، حتى النادي الاسماعيلي السنه دي بيبقى فريق جديد. نعم. فالفرق كلها زي بعض، الفرق كلها متكافئه، الفرق كلها فرصها واحد. لا هو كابتن ابو طالب، انت عارف ان الاهلي وامبي وسموحه اتحطوا في المجموعه الاولى، والزمالك والاسماعيلي اتحطوا في المجموعه الثانيه، بقيه الفرق اتعملت قرعه يعني الزمالك والاسماعيلي والمصري. المجموعه الثانيه زمالك واسماعيلي ومصري. نعم. أوكي. وبعد كده اتعملت قرعه، فعلى الحظ بقى ان الطلائع وقع مع حرس الحدود نعم. مفيش مشكله يا كابتن اسلام، عادي جدا، وانا بقول لك الفرق كلها زي بعض. نعم. ما غير النادي الاهلي وغير النادي الزمالك، هتلاقي مثلا انبي برضه من الفرق القويه طبعا. هتلاقي المجموعه الثانيه مثلا في فرق قريبه عندنا في المجموعه بتاعتنا برضه، معظم الفرق متقاربه بغض النظر عن نادي الزمالك. انا بس يا كابتن اسلام عايزين الناس كلها تتكاتف. ايوه. اتحاد الكوره ياخد القرار بسرعه. نعم. يعني احنا ناخد مثل لينا كل الدول اللي موجوده، يعني العراق على قد اللي بيحصل فيها ده كله يا رب نتمنى لها الامن والامان للعراق والمصر وكل الدول العربيه. نعم. عندها دوري شغال يا كابتن اسلام. مظبوط. سوريا عندها دوري شغال، اليمن عندها كل تونس، ليبيا، كل البلاد اللي ليبيا عندها دوري شغال، تونس عندها دوري شغال. يعني انت ما تربطليش الدوري يا كابتن اسلام باحداث ومش احداث، خلي السياسه على جنب والرياضه على جنب. الرياضه كره القدم بالذات هترجع لك قطاع كبير جدا، هترجع لك السياحه في مصر، هتدي انطباع للناس ان في امن وامان واستقرار في البلد. غير كده الملايين كتير جدا، مش 3 ولا 4 ولا 7 ولا 10 بياكلوا عيش من الكوره، لا ملايين كتير جدا. غير كده هي متعتنا كمصريين. نعم. يعني وفي اقتراحات كتيره يا كابتن اسلام، انت ممكن في الاول بتبدا زي ما انت كده من غير جمهور. نعم. ممكن الامور تستقر وجمهورنا واعي الحمد لله. في ماتش مصر ما شاء الله حاجه تفرح، ماتش الزمالك حاجه تفرح، ماتش الاهلي حاجه تفرح. نعم. الجمهور بدا يبقى واعي ويخاف على بلده ويحب بلده. انا النهارده ممكن بعد كده